مالكش زي يا حبيبي يا عبد الشافي. شيفو يا شيفو، العمر مجرد رقم بالفعل يا شيفو. في زمن بقى فيه الوفاء والانتماء قليل، بيجي اسم محمد عبد الشافي كنموذج لاعب محترف جوه الملعب وبره الملعب. ابن نادي الزمالك اللي بدأ حلمه من قطاع الناشئين لحد ما بقى واحد من اهم اللاعيبه الكوره في مصر. لعب محمد عبد الشافي بقميص نادي الزمالك واهلي جده السعودي ونادي انبي ونادي غزل المحله، ودايما كان مثل للاخلاق والتواضع. قبل ما يكون نجم في الكوره، عبد الشافي مش بس لعيب بيجري ورا الكوره، قلبه دايما مع الفريق والجمهور، وابتسامته أصدق من أي تصريح. مسيرته مليانة احترام وإنجازات وحب الناس اللي كان دايما أكبر مكسب له. لاعب بيحب جمهور الأهلي وجمهور الزمالك وكل جمهور مصر بشكل عام، مش بس عشان مهاراته لكن عشان أخلاقه. النهارده قصتنا هتكون عن اللاعب العظيم محمد عبد الشافي، واحد من القليلين جدا اللي الناس كلها جمعت على حب. يعني مش هتلاقي أهلاوي بيشتم عبد الشافي، مش هتلاقي حد بيكرهه أصلا. نيجي بقى نخش في القصة وفي التفاصيل، بس قبل ما نخش في القصة وفي التفاصيل ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لي لايك وكومنت حلو، لأنكم مقصرين في حقي أوي بصراحة. يلا نخش في الحلقة. اتولد محمد عبد الشافي يوم 1 يوليو سنة 1985 في المرج في القاهرة. بدأ مشواره في ناشئين الزمالك، لكن القدر خلاه يروح انبي سنة 2003، وهناك في انبي لعب موسمين في فريق الشباب وشارك معاهم في 38 مباراة في فريق الشباب وسجل فيهم 7 أهداف. وبعدها انتقل لغزل المحلة سنة 2005 واستمر معاهم لحد 2009، وبدأ اسمه يلمع لحد ما رجع بيته نادي الزمالك في 13 يونيو سنة 2009. نجحت إدارة الزمالك في ضم محمد عبد الشافي من غزل المحلة لمدة 3 سنوات، وساعتها عبد الشافي قال جملتين كده: محمد عبد الشافي لا لعب في مصر سوى الزمالك. يعني بشكل عام بيقول أنا مش هلعب في مصر غير لنادي الزمالك، وبالتالي لم يكن هناك أي تفكير للرحيل عن نادي الزمالك من الأساس. لعب محمد عبد الشافي خلال فترته الأولى مع نادي الزمالك 138 مباراة، بينهم 104 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع زيهم 8 أهداف، وكمان لعب 38 مباراة في البطولات الأفريقية وسجل هدف واحد خلال ال 38 مباراة دي وصنع هدفين، وشارك في بطولة كاس مصر في 15 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 4. الفترة الأولى دي مع نادي الزمالك حقق أول بطولتين كاس مصر فقط. 6 يوليو 2015 عبد الشافي يروح لتجربة احترافية مع الأهلي السعودي، ووقعت إدارة نادي الأهلي السعودي عقد لمدة 3 سنوات مع الأفضلية لتوقيع سنة رابعة. يعني وقع 3 سنين وبالأفضلية أنه يمدد عقده كمان. محمد عبد الشافي مع الأهلي السعودي في 113 مواقع 9930 دقيقة ولم يسجل خلالهم أي أهداف، بس صنع 10 أهداف وظهر في 74 مباراة مع الفريق في الدوري السعودي المحترفين وصنع 8 أهداف، وكمان لعب 20 مباراة في دوري أبطال آسيا صنع هدفين فقط، وكمان شارك مع الأهلي في 11 مباراة في بطولة الكاس خادم الحرمين الشريفين ولم يسجل أي هدف أو يصنع أي هدف، ومباراة واحدة في كاس السوبر السعودي. وتوج مؤمن زكريا مع الأهلي السعودي بعدة بطولات، دوري السعودي مرة واحدة، والكاس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة، وكاس ولي العهد مرة واحدة، وكاس السوبر مرة واحدة، يعني إجمالي 4 بطولات. وفي عام 2018 راح محمد عبد الشافي فترة إعارة من الأهلي السعودي في صفوف فريق الفتح السعودي عام 2018، وشارك خلالهم في 10 مباريات بس، 9 مباريات في الدوري السعودي ومباراة واحدة في كاس الخادم الحرمين الشريفين، ونجح معاهم في صناعة 3 أهداف ولم يسجل أي هدف. والإعارة بتنتهي وبيرجع النادي الأهلي تاني، بس في الوقت ده كان عقده بينتهي رسمي ويبقى لاعب حر. وفي 25 يوليو 2019 تعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الايسر للنادي الاهلي السعودي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة 3 سنين، وفي صفقة انتقال حر زي ما انا قلت لك كان هو لاعب حر. زمن الانتماء لم يكن محمد عبد الشافي مجرد لاعب موهوب، بل كان نموذج للانتماء والوفاء لنادي الزمالك، وكمان اتشهر بالتواضع والاخلاق، وكان بيشيل ادوات التدريب بنفسه، انه كان قائد الفريق، وقع العقد على بعض من غير ما يتناقش مع حد ولا يتكلم مع حد ولا انا عايز زياده ولا انا عايز ناقص ولا اي كلام من ده. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك كان بيمر بفترات صعبه جدا. محمد عبد الشافي اللاعب الوحيد اللي ما عملش اي ازمات مع نادي الزمالك، ولا على مستحقات متاخره ولا على عقد ولا على فلوس ولا على اي شيء، ولا حد كان بيسمع صوته.
ممكن كان ما بيلعبش كمان، ومحدش برضه كان بيسمع صوته. ولا عمره طلع قال تصريح ضد نادي الزمالك، ولا عمره اتكلم على الاداره ولا على النادي ولا على اي شيء. رغم العروض المغريه لاي لاعب من دول الخليج، محمد عبد الشافي قرر برضه انه يرجع نادي الزمالك، واختار الزمالك لانهاء مسيرته في نادي الزمالك، وبيأكد حبه وانتمائه العميق لبيته نادي الزمالك. في 22 اغسطس سنه 2020 تعرض محمد عبد الشافي لاصابه قويه خلال مباراه القمه مع النادي الاهلي. دخل في التحام قوي هو ووليد سليمان مع بعض، كسر دراعه ساعتها، انظل رمز الالتزام والمصابره، وبعدها رجع تاني الحمد لله، وثلاث سنين لعب في نادي الزمالك بعد الإصابة الكسر اللي كان في الدراع. 2024 اتصاب إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وطبعا كلنا عارفين ان اصابه الرباط الصليبي بتطول. وفي موسم 24-25 اللي اتصاب فيه محمد عبد الشافي في اوله، الزمالك توج بكاس مصر في اخر الموسم، وشيكا خلى محمد عبد الشافي يرفع مكانه بكاس تكريما لمسيرته مع نادي الزمالك، وده كان اخر بطولة يرفعها مع نادي الزمالك من ضمن 13 بطولة. توج محمد عبد الشافي مع نادي الزمالك ب 13 لقب: 3 الدوري المصري، 5 كاس مصر، 1 كاس السوبر المصري، 2 كاس الكونفدرالية الأفريقية، 2 كاس السوبر الأفريقي. مسيرة مليئة بالبطولات والإنجازات. نيجي بقى نخش على مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني. اختاروا ساعتها مدرب منتخب مصر حسن شحات، انضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأفريقية في 2010. كانت أول مباراة دولية له أمام منتخب ملاوي اللي اتلعبت في القاهرة يوم 29 ديسمبر في 2009، وانتهت بالتعادل 1-1. يسجل أول هدف مع منتخب مصر في بطولة الأفريقية أنجولا 2010 ومنتخب الجزائر. محمد عبد الشافي يا عبد الشافي، أول أهداف عبد الشافي الدولية. محمد عبد الشافي في هذه اللقطة وفي هذه الكرة التي لا تصد ولا ترد من زاوية من زاوية ضيقة. بص حضرتك محمد هداف، بص عبد الشافي، مفيش اوف سايد، في مغطي الراجل اللي هناك ده عنتر يحيى، مش حضرتك الكرة رايحة فين؟ ده حطها له بقى في الزاوية الضيقة. موعد مع التألق مع التاريخ من كل الجوانب، من الشمال ومن اليمين ومن الزاوية الضيقة ومن الزاوية البعيدة. 3 لا شيء لصالح المنتخب المصري. محمد عبد الشافي يشفي بقى ايه؟ يشفي من ما في نفسه شيء ويجعل من في نفسه شيء. خلاص الأمور حسمت. محمد عبد الشافي طبعا كلنا مش هننسى الماتش ده، ماتش ما يتنسيش حرفيا. بعد ما نزل بديلا في الشوط الثاني جال الهدف الثالث للمنتخب في المباراة بتاعت الجزائر، وتنتهي المباراة بنتيجة 4-0. وكان جزء كبير من الجيل الذهبي اللي حقق أفريقيا في 2010، وكمان لعب مع المنتخب 51 مباراة، وسجل هدف وحيد اللي هو أمام الجزائر في نص النهائي في بطولة 2010، وكمان شارك في كأس العالم 2018 في روسيا. محمد عبد الشافي قرر يعتزل كرة القدم طبعا بعد الإصابة، قطع في الرباط الصليبي، هو طبعا سنه كبير فخلاص. وبالمناسبة دي حابب أتكلم عنها لأن تجربة محمد عبد الشافي تجربة استثنائية ولازم نستنسخها ونتكلم عليها بصراحة، ونتكلم عليها كتير قوي، لأن محمد عبد الشافي اللاعب الوحيد في مصر اللي مظلوم إعلاميا، اللاعب الوحيد في مصر اللي ما خدش شهرة من أي حد، اللاعب الوحيد في مصر اللي ما بياخدش حقه في الإعلام، اللاعب الوحيد في مصر اللي ما خدش حقه حتى في الجيل الذهبي ما خدش حقه في شهرته. محمد عبد الشافي اللي دلوقتي عمره 40 سنة، لو جيت دورته في تاريخه الكروي كله مش هتلاقيه عامل مشكلة معاه. لعب 22 سنة كورة كلها باللعب والتركيز في الملعب فقط. اجهز عشان تلعب، حاضر. هتقعد النهاردة دكة، حاضر. مش هتلعب خالص، حاضر. حتى لما جاله عرض من الأهلي السعودي إنه يحترف في السعودية، موضوع خلص بمنتهى السلاسة. محدش سمع مثلا قال لك ده عاوز يمشي ولا عاوز يجي ولا عاوز يروح ولا عاوز يعمل. وعمل شعبية كبيرة جدا في السعودية وبيحبوه جدا هنا، وكمان مش هتلاقي عامل خناقة وقت التجديد في أي فريق لعب ليه، ومش هتلاقيه عامل مشكلة مع أي لاعب تاني، ومش هتلاقيه عامل أي مشهد حب عشان ياخد الترند والكلام ده خالص. حتى لما اتصاب في مباراة القمة في تدخله مع وليد سليمان، حبت الناس تتجرب الموضوع ويطلعوه ترند وكده.
انا فاكر كويس الموضوع ده. ظهر وليد سليمان مع محمد عبد الشافي وهو مبتسم في المستشفى ولا اكن في اي حاجه. كانت لقطه حلوه، وليد سليمان بيزوره في المستشفى والموضوع انتهى بكامل الاحترام، وهو كان بيضحك جدا وابتسامته خلصت الموضوع. وفي معلومه قويه هنا، طول مسيرته في الملاعب ما خدش كارت احمر، والانذارات تتعدى على ايدك. ولو شفته في تدخل مع اي لاعب في الملعب هتلاقيه واقف بيطمن عليه وواقف بيبتسم له وواقف بيضحك معاه ومفيش اي مشكله. وكمان لقطه مميزه لما بعت لعمال غرف الملابس بغزل المحل دعوات للسعوديه وهو في اهل جده السعوديه عشان يعملوا عمره، لانه متربي معاهم في غزل المحل ولعب معاهم طبعا فتره كبيره. يدل على انه لاعب خلوق ولاعب ما جاش منه اتنين في كوره. عبد الشافي تسبب في اصابه لاعب تليفونات بن سويف برباط صليبي بعد ما رقصه في الملعب واللاعب فقد توازنه، وعبد الشافي في الكرة دي حرفيا ما لمسوش، هو رقصه اللاعب وقع لوحده. لكن بكى وعيط عبد الشافي على اللقطة وعلى اللاعب، وتكفل بمصاريف العملية على حسابه الخاص. احمد مرتضى منصور نشر خبر على عبد الشافي بعد اعتزاله وقال ايه؟ قال قسما بالله محمد عبد الشافي اللاعب الوحيد اللي عرضت عليه زيادة راتبه ورفض، وقال الحمد لله عقد مكفيني. والله العظيم محمد عبد الشافي كنت هقوم اتخانق معاه اقول له اطلب مني حاجه، انا مش مصدق، يعني مش مصدق. انا مش مصدق ان في حد بالاخلاق دي. يعني ماضي على بياض وهو متفق على رقم، ولا ماضي على بياض بيقول لك حط انت الرقم؟ عبد الشافي كان عبد الشافي انا جبته مرتين، يعني قعدت معاه مرتين. مره لما جبته الزمالك المره الاولانيه لما رجع من السعوديه اللي هو سنه 2019 اللي هو الموسم اللي جبت فيه بن شرقي ونجم وكان قوي جدا وقتها خلاص. لما جيت قعدت معاه بتفق معاه لوحده فلقيته بيقول لي انا ماليش طلب، يعني هو بجد ما فهمش القعده، يعني هو عايز يقول لي وانت قاعد معايا ليه؟ فاهم؟ فقلت له قعد بشرح له، انا بقول له طبعا انت السعوديه كنت باخد ارقام كبيره بس طبعا الدوري المصري انت عارف، لكن انت وانت عملت مهد بقى بعد مهد. فلقيته في النص كده بجد باصص لي بصه اللي هو انت بتشرح ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم ليه في الحاجات دي. فراح قال لي هو حضرتك ليه بتقول لي الحاجات دي؟ قلت له يعني عشان اشرح لك بس الارقام. فراح قال لي لا انا كفايه ان انتوا هترجعوني، وكفايه ان انا لما خلصت رحلتي بره ليا مكان عندكم وان انتوا موفرين لي ان انا بكون موجود في الفرقه، انا الرقم اللي انتوا هتحطوه انا موافق عليه. اقسم بالله ده حصل، عشان بس في ناس تقول لك انا ضحيت وسبت. لا الراجل ده بجد على فكره انا معيش نمره تليفونه، يعني عبد الشافي ده انا معيش نمره تليفونه. هو في كده؟ والله ما في كده يا جدعان. ومع اعتزال عبد الشافي احنا هنفتقد شخص خلوق جدا وقدوه ومتربي 10 مرات وحد نفتخر بيه كإنسان نظيف ووفي، شخص لازم نستنسخه في ملاعبنا المصرية. توحشنا يا شيفو. وهنا بقى جينا للنهاية. اكتب لي رأيك في الكومنتات عن الحلقة، متنساش تعملوا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبتك الحلقة اكتب لي رأيك في الكومنتات. اكتب خالش.